دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. عمت البركات هلت النفحات، عمت البركات هلت النفحات، هلت النفحات في دياركم. دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. غنت الأطيار فاحت الأزهار، غنت الأطيار فاحت الأزهار، فاحت الأزهار في دياركم. دامت دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. زادت الأنوار ضاءت الأقمار، زادت الأنوار ضاءت الأقمار، زادت الأنوار في دياركم. دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. صل يا رحمن على النبي العدنان، صل يا رحمن على النبي العدنان. دامت الأفراح في دياركم. دامت الأفراح. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله الله الله. ويا ما شاء الله، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله. ويا ما شاء الله، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله. ويا ما شاء الله، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله. ويا ما شاء الله. التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا التهاني والأماني وأناشيد الحب. زفوا البشاير بالبيت العامر، زفوا البشاير بالبيت العامر. يا رب بارك فرحتهم، بارك يا رب، يا رب بارك فرحتهم، بارك يا رب. التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا التهاني والأماني وأناشيد الحب. زفوا البشاير بالبيت العامر، زفوا البشاير بالبيت العامر. يا رب بارك فرحتهم، بارك يا رب، يا رب بارك فرحتهم، بارك يا رب. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله الله. يا ما شاء
يفرح وتهنى، جمعتنا يا أحلى جنة، يا قلبي افرح وتهنى، جمعتنا يا أحلى جنة، الليلة الفرحة الليلة، الليلة بقينا عيلة، الليلة 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 الفرحة الليلة، الليلة بقينا عيلة، الليلة الفرحة الليلة، الليلة بقينا عيلة، الليلة الفرحة الليلة، الليلة بقينا عيلة، الفرحة الليلة، الليلة بقينا عيلة، الليلة الفرحة الليلة، الليلة بقينا عيلة، الليلة 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 زفوا البشاير بالبيت العامر، زفوا البشاير بالبيت العامر، يا رب بارك فرحتهم، بارك يا رب، يا رب بارك فرحتهم، بارك يا رب. التهاني والأماني وأناشيد الحب، زفوا 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 البشاير بالبيت العامر، زفوا البشاير بالبيت العامر، يا ربي بارك فرحتهم، بارك يا رب، يا ربي بارك فرحتهم، بارك يا رب. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله الله الله، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، قولوا الله الله، يا ما شاء الله. سلم يا ربي، سلم سلم لنا الأحباب، الدنيا كلها سعادة والحزن والأوغام، يا ربي سلم سلم لنا الأحباب، الدنيا كلها سعادة والحزن والأوغام، هلوا الحب. محمد جزار، اسم الأب، اسم الأم. طيب نبدأ تاريخ ولادته. العريس تاريخ ولادته. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، نظر الله هذه الوجوه الطيبة المباركة. طبعا من سنن عقد النكاح أن تكون هناك خطبة صغيرة قبل العقد، وأنتم نحن الآن في أفضل الأيام، في يوم عيد المسلمين، عيد يوم الجمعة، فلا نطيل إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة الصغيرة بعد أن استمعنا اليوم إلى خطبة الجمعة الطيبة العطرة عند مشايخنا الكرام. طيب، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. قال الله سبحانه وتعالى: وفضلناه على كثير من خلقه تفضيلا. وهذا التفضيل أيها الإخوة الذي جعل الله سبحانه وتعالى به آدم خليفة في الأرض، وذلك ضمانا لاستمرار النسل البشري. ثم بعد أن أبقى الله سبحانه وتعالى هذا النسل البشري، جعل ما ينظم علاقات الناس بينهم وبين ربهم وبين الناس بعضهم بعضا. فأرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين تترى، وأنزل إليهم الكتب،
ثم قف على آثار المرسلين حتى قفل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النور المبين والذكر الحكيم الذي هو فصل وما هو بالهزل، فيه نبأ من قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد الله سبحانه وتعالى فصل في هذا القرآن من العبادات والعقائد والأخلاق والمعاملات، فجعل علاقة العباد بربهم من باب العبادات والعقائد، ونظم علاقات المؤمنين بينهم وبين بعضهم البعض في الأخلاق والمعاملات، وجعل وخص من بين هذه المعاملات عقدا ثمينا اسمه عقد النكاح، وقد شرفه الله سبحانه وتعالى فسماه ميثاقا غليظا. وهذا الميثاق الغليظ أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يراعى، وقد نص أهل العلم على أن هذا العقد من أعمال بني آدم، يعني هو موكل مناط بعمل هذا صاحب العقد أي الزوج أو وكيله. فهذا الزوج أيها الإخوة إما أن يكون هذا العقد عمله في ميزان حسناته، وإما أن يكون في ميزان سيئاته. وقد نص أهل العلم على 6 نيات إذا استحضرها صاحب العقد كان ذلك بإذن الله تعالى في ميزان حسناته. النية الأولى أن ينوي هذا صاحب العقد أو الزوج أن يكون هذا العقد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أمر من الله سبحانه وتعالى، فانكحوا، والأمر يفيد الوجوب. والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال في حديث آخر: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم. وأما النية الثالثة أيها الكرام فينوي هذا الزوج بهذا العقد العفة من ما حرم الله سبحانه وتعالى، أن يعف نفسه بهذا العقد. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا الزوج ينوي أن لا يتعدى حدود الله فيذهب للعقد الحلال وللطريق الحلال المباح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له. والنية الرابعة أيها الكرام نية العفة الغير. كم منا الآن في بيوتات المسلمين منهم الأرامل ومنهم العزباء ومنهم المطلقة ومنهم زوجة الشهيد. فهذا يا إخواني من باب التعاون والتعاضد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنية الأخيرة أيها الكرام هي نية تكثير النسل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنه ولد صالح يدعو له. ونية أخرى بناء البيت المسلم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويا أخواني يعني يشيد بنا في هذا الموقع أن نذكر بعض الأخطاء التي ترد في بعض الأعراس في محررنا ومجتمعنا الآن. نجد أن هناك يبنى البيت الأول يبنى على الأعراس وعلى الأغاني وعلى كثير من المخالفات الشرعية. فنحن لازم وينبغي علينا أن ندفع بهذا الاتجاه، أن نكون نبني بيتنا المسلم على سنة الله وعلى كتاب الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بنينا هذا البيت المسلم إن شاء الله من أول خطوة على سنة الله ورسوله. أيها الكرام، ذكر كثير من أهل العلم وقالوا أن هناك حقوق للزوجة وحقوق للزوج. فالله سبحانه وتعالى والشريعة الإسلامية مهدت تمهيدا عظيما في ذكر هذه الحقوق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال أهل العلم الصاحب بالجنب هي الزوجة، فالله سبحانه وتعالى أوصى بالزوجة إحسانا. ويا إخواني الأحاديث تترى ولا يسعني في هذا المقام أن أذكر كثير من الأحاديث، ولكن يكفينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق رضي منه آخر. ما معنى لا يفرق؟ يعني لا يبغض. إذا رأيت من زوجتك شيء من ما يسوءك من أخلاقها، أنت ترضى منها أخلاق كثيرة. فلا يمكن في هذه الحياة أيها الإخوة أن تجد إنسانا أو إنسانة ملائمة لك في طبعك وأخلاقك وسلوكك 100%. لابد إن كرهت منها خصلة من أخلاقها أن ترضى منها خصالا شتى. ويا إخواني هذه الحقوق كبيرة، ومن حقوق الزوجة على زوجها وبحقوق الزوج على زوجته نذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا من الناس أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، كناية عن الخضوع التام وعن التسليم لأمر الزوج، وأن له القيادة. الرجال قوامون على النساء. فيا أخواني يعني ما أود أن أقوله في هذا المحضر المبارك أن هناك حقوق زوجية من طرف الزوج ومن طرف الزوجة، فبذلك يتوازن الحياة وتستقيم المعيشة، وأرجى أن تكون هناك ألفة ومحبة. وقد ذكر العلماء من أحاديث شتى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها معيار اختيار الزوج والزوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوج: إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا يكن فساد في الأرض، وإلا يكن فساد عريض في الأرض. فهذا المعيار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعان. النوع الأول أن يكون هذا الرجل صاحب دين، صاحب عبادة بينه وبين ربه. وأما الأخلاق كما فسرها ابن حجر رضي الله عنه قال: هي الصفة التي تحمل صاحبها حسن الخلق. شو هو يا أخوان الخلق؟ قال: هي الصفة التي تحمل صاحبها على امتثال المحمود واجتناب المذموم واجتناب القبائح. فلذلك معياران لاختيار الزوج: الدين والخلق. الدين والخلق. يا أخواني إذا رأيتم إنسان يعني ممكن يكون قليل المال، ممكن يكون يعني منظره ما هو مناسب 100%، لكن إذا كان الرجل صاحب دين وصاحب خلق، هذا الذي سيحفظ بنتك، وهذا الذي سيراعي حقها وحق الله فيها. أيضا أيها الإخوة من معيار اختيار الزوجة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أختم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. من يذكرنا يا أخوة؟ ما هي الأربع؟ مالها وحسبها وجمالها ولدينها. إذن هذه أربع خصال ما اجتمعت في المرأة إلا وحازت الكمال البشري في المرأة. لكن إذا تعارضت هذه الأربعة مع بعضها البعض، من نختار؟ نختار صاحبة الدين التي تغطي على جميع النقص، لأنها صاحبة الدين تحفظ عرضك وتحفظ مالك وتقيك شر ما سيسوءك، وتراعي موقفك من الناس. طيب أيها الإخوة، الآن يعني سبحان الله بعد أن أخبرني العم أبو محمد وكيل الزوج، نسأل الله أن يبارك له، يعني لفتة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. خير النكاح أيسره، هذا حديث. حديث ثاني قال: أيسرهن مهرا أعظمهن بركة. بركة في كل شيء يا أخواني، بركة في كل شيء. وقد أعلمني العم أبو محمد أن في هذا المحضر المبارك والله هذا الموقف يذكرنا بقصص السلف الصالحين. قد ارتضى والد الزوجة أن يزوج ابنته وكريمته وعفيفته لابن الأخ أبو محمد جزار
بمهر يعني بمهر بسيط فيه تخفيف شديد، وهذا من مروءته وحسن كرمه. وأبى أخونا أبو محمد إلا أن يزيد وإلا أن يضع شيئا مكاملا لشروط وأركان العقد، فقال له: أزوجك على مصحف شريف قرآن كريم وعلى سجادة صلاة مؤخرها، مقدمها مصحف شريف ومؤخرها سجادة صلاة. وهذا من حسن ظنه بأدب الزوج وأخلاقه الذي سيكون ابنا له إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأبى أخونا أبو محمد إلا أن يكون هناك مهرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر على أخينا أن ييسر له في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يزيد في رزق أخينا أبو محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، ويعني سامحونا على الإطالة، وأشكركم على حسن استماعكم. ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد قليل أن نبدأ بعقد النكاح. جزاكم الله خير. المصافحة ليست شرطا، لكن ضع صافحة. قل له: بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتك ابنتي وكريمتي. سميها رابعة حمدي. اسم الثلاثي رابعة صفوان حمدي. علي صوتك. رابعة صفوان حمدي. على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. على مهر قدره كما ذكر أخينا محمد لم يقبل إلا به $1500 مقدم. على مهر قدره $1500. أنا ماهر. طيب أنا بدي كتاب الله 16 سنة. طيب هو أخونا أبو محمد لم يقبل إلا بهذا وكتبناه في العقد، فينبغي أن نذكره في العقد. يا غالي قول زوج طيب لموكلي. بارك الله فيك. يا غالي نعم. قل له زوج لموكلي. نعم. موكلي ليس زوجت. يا شيخ زوجت للموكل. نعم نعم نعم. زوجت للموكل. نعم لموكل الزوج. لموكل الزوج ابنتي ما اسمها؟ رابعة صفوان حمدي. على مهر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قل له: قبلت ذلك لابني محمد أحمد جزار وموكلي بالعقد. تم عقد النكاح. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم. بارك الله. جزاكم الله خير. سبحان الله أنا متعود دائما أكون مع الزوج. طيبي غردي وافى صفاء الموعد، يا فرحة طيبي غردي وافى صفاء الموعد. بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم، بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم. بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد، يا فرحة طيبي غردي وافى صفاء الموعد، يا فرحة طيبي صفاء الموعد. بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم، بشراك هذا كان حلما أضحى اليوم. بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد. أحيا القلوب بالحب الطاهر الندي، سبحان من أحيا القلوب بالحب الطاهر الندي. وزوجها لباس التقوى، وزوجها لباس التقوى. بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد، يا فرحة طيبي غردي، يا فرحة طيبي
بشراك هذا أضحى اليوم بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد. زواج شيمته الإخلاص لله الفرد الواحد، زواج شيمته الإخلاص لله الفرد الواحد. يا رب الكون من أجل عيش، يا رب الكون من أجل عيش بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد. يا فرح طيبي غردي غردي بشراك هذا أضحى اليوم بفضل الله ورحمته وبشرع دين محمد وبشرع دين محمد وبشرع دين محمد وبشرع دين محمد. أسعد ليالي هلت علينا، كل السعادة بتكمل برضا بارينا. أسعد ليالي هلت علينا، كل السعادة بتكمل برضا بارينا. عيشوا الأفراح ضمن المباح، عيشوا الأفراح ضمن المباح. لا تنسوا أصل الشرع وحق علينا أسعد ليالي هلت علينا السعادة بتكمل برضا بارينا. أسعد ليالي هلت علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا. عيشوا الأفراح ضمن المباح، عيشوا الأفراح ضمن المباح. لا تنسوا أصل الشرع وحق علينا هنوا العريس وأهل العريس، هنوا العروس وأهل العروس،
زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. لنفسك زوجة تمتاز بالحنين ولودا برة شعارها اليقين. البنت ليست سلعة والمهر رمز لا ثمن. البنت ليست سلعة والمهر رمز لا ثمن. والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن. بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. عاشر بمعروف وكن للزوج نعم الراعي. عاشر بمعروف وكن للزوج نعم الراعي. والقدوة الحسنى سبيل المرء للإقناع. لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. الزوج مسؤول أمام الله عن أولاده. الزوج مسؤول أمام الله عن أولاده. والأم عن أبنائها والجد عن أحفاده. كر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. فلتسأل الله قرة العينين في الذرية. فلتسأل الله قرة العينين في الذرية. ولتسألوه بغية الآمال في الزوجية. لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. يا هناكم يا فوزكم برضاء رب العالمين. يا هناكم يا فوزكم برضاء رب العالمين. الله ربي يحفظكم. الله ربي يحفظكم من عيون الحاسدين. وبشرع أحمد حبكم والحب طبع العاشقين. وبشرع أحمد حبكم والحب طبع العاشقين. اليوم كان وعدكم